تأهل اللاعب الكويتي عاطف الدوسري إلى دور الثمانية للعبة الرماية رقود ل10 أمتار بعد اجتيازه الأدوار الأولية للمنافسات مع 34 لاعبا من نخبة أبطال العالم، حيث أعرب لاعبنا عاطف الدوسري عن أمله في حصد الذهب خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب البارالمبية، مؤكدا أنه استعد جيدا لهذه الدورة من خلال معسكر خارجي. بارك حق سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهد الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لله الحمد والمنة. الأمس لعبت رماية رقود ولله الحمد كنا 34 لاعب، استطعت أن أدخل النهائي وكنت السابع في النهائي، وبعد لعبة النهائي اللهم لك الحمد الله من علي لله الحمد والمنة طلعت المركز الخامس في النهائيات. وأشار بطلنا الكويتي عاطف الدوسري إلى أن الرماية تعتبر لعبة جديدة في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، حيث لم يسبق للنادي المشاركة في دورات الألعاب البارالمبية في لعبة الرماية، على الرغم من أنها موجودة في الدورات السابقة منذ عام 1979، وذكر أنه الوحيد المسجل في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في هذه اللعبة، وأن النادي قام بتوفير مدرب له للاستعداد لهذه الدورة، وهو المدرب الوطني حسين العجمي. بالنسبة طبعا للعبة الرقود ودي أذكر أن كان معي تقريبا 34 لاعب، كنا طبعا 34 لاعب من مختلف بلدان العالم، وكلهم يعتبرون من النخبة العليا اللي تأهلوا للأولمبيات، يعني ناس تأهلت جابت رقم تأهيلي حتى تصل إلى هذا المستوى أو إلى هذه القرية. لله الحمد. أنا عشان أوصل دور الثمانية استطعت أن أحقق 634.8، هذا اللي وصلتني إلى دخول الدور الثمانية. ومع العلم على هذا الرقم القوي إلا أن كنت السابع من بينهم، هذا اللي يبين حق الأخوة، يعني بين لكم أن كثر كانت المنافسة قوية جدا، بحيث أن 634.8 وأنت السابع، يعني قريب من الأخير تعتبر بالهذا. ولكن لله الحمد بعد ما دخلت دور الثمانية طبعا كثير من يمكن الألعاب اللي يلعبون رماية يدرون أن بعدها ترد أنت صفر، كأنك تلعب بطولة جديدة في دور الثمانية، يكون ما عندك ولا نقطة تبلش من جدة وجديد، اللي هي تلعب 20 طلقة اللي هم 3 طلقات، وبعدها تلعب 3 طلقات، وبعدها كل طلقتين يطيح لاعب زين. ومنها طبعا لله الحمد استطعت أن أخذ المركز الخامس في هذه المدة البسيطة. بالنسبة للوقوف استطعت أن أجمع 630.2، هي اللي خلتني في المركز السادس وقتها في الوقوف. ومن الحظ صراحة أن بالتأهيل وصلت المركز السادس، ولما لعبت النهائي أيضا تميت على السادس نفسه، لعبت معاهم وطاح طبعا الثامن والخامس، إلا أن الله كتب لي أن أكون السادس، واللهم لك الحمد. يعني أنا أعتبر نفسي ما خسرت، أنا ربحت خلال 2.5 سنين. يكفيني فخر أن الناس كلها عرفت أن الكويت عندها أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة استطاعوا أن يدخلون في مدة قصيرة في الأولمبياد في لعبة الرماية. ويكفيني فخر أن الناس حتى سواء مدربين أو لعيبة يجون يباركوا لي، ما يقولوا لي عادة، يعني كلنا نقول قد لك حق اللاعب، إلا هذيلا تفاجأت أن من أمس لليوم كل ما أصادف واحد ويقول لي مبروك على تأهلك مرتين في اللعبتين، وهذا إنجاز لك أنت ك2.5 وأنت جديد، إحنا قاعد نطالعك عندنا، أنت يمكن جديد، أنت قديم بألعاب ثانية لكن جديد بالرماية وتوصل مرتين، يعني أبطال، الله يشهد أنه أبطال. أخذ ميدالية بلعبة وطاح بلعبة ما قدر أنه يوصل حتى، وهذا كله بفضل الله عز وجل وبفضل إخواني الأعضاء مجلس إدارة نادي المعاقين اللي ما أنسى صراحة تعبهم وياي ومعسكراتهم، والمدرب الحقيقة أبو سلمان
حسين العجمي اللي ما قصر حقيقة ولا بخص معاي بأي معلومة أو أي جهد. وأحب أذكر هؤلاء الناس اللي فعلا ما قصروا وياي، جزاهم الله خير. وأتمنى أن من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بالكويت أن يحاولون يجون نادي المعاقين، يشوفون الألعاب، يشوفوا الشيء الزين له، يحاول يلعب. احنا محتاجين لعيبة. أنا صراحة بودي أن أشوف سواء بنات شباب يجون يلعبون، مو شرط رماية، مو شرط ألعاب قوة، أي لعبة، وخلي يكون واثق ومتأكد أنه هو يحتاج رياضة أكثر من غيره. لأن ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يحرك العضلات اللي بجسمه، إذا ما حرك عضلاته راح تضمر عضلاته، هو الخسران في الأول والآخر. فما في مانع أنه يفيد نفسه ويفيد وطنه. وأتمنى من إخواني سواء أولياء الأمور أو أوليات الأمور، أمهاتهم أو أبهاتهم، أن يحفزونهم على هذا الشيء. وذكر الدوسري أنه قد تم إدخال لعبة الرماية بدعم من معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، الذي تكفل بكل احتياجات النادي الكويتي الرياضي للمعاقين من أجهزة ومعدات وأسلحة قبل 2.5 سنين، مما ساهم بتحقيق هذا الإنجاز وتأهله للأولمبياد خلال هذه الفترة الوجيزة بعد إدراج اللعبة ضمن أنشطة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين. وبهذه المناسبة أشكر معالي وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على كل ما أعطانا إياه على هذه اللعبة الجديدة اللي هو عملها لنا في نادي الكويت للمعاقين. لم تكن عندنا لعبة رماية من قبل 2.5 سنين. جزاه الله خير، ما قصر، جهز لنا الصالة وجاب لنا الأدوات والأسلحة. وأنا كأحد الأشخاص عندي أن اللعبة هذه انجحت ولله الحمد. والدليل على هذا أن لله الحمد في الوقوف ورقود استطعت في خلال 2.5 سنين أن أتأهل فيها في بطولة أوكرانيا، البطولة العالمية بأوكرانيا. استطعت أن أنجز في هذه اللعبة، أطلع المركز الثاني في بطولة العالم، ومنها أحجز كرسي في الأولمبيات في البرازيل. ولله الحمد الآن أنا أكلمكم بالبرازيل استطعت في لعبة الوقوف ورقود أتأهل إلى النهائيات، وهذا بحد ذاته إنجاز لله الحمد والمنة. وأشكر وزير الإعلام على هذا الإنجاز. وهذه اللعبة حقيقة يعني الكل، يعني مو بس أنا مستانس، حتى الكل اللعيبة من دول العالم يشهدون بأن هذا إنجاز غير مسبوق للكويت، أن في هذه المدة البسيطة استطاعت الكويت أن تختصر في 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 في, في المدة الزمنية هذه القصيرة، أنها استطاعت أن توصل للأولمبيات. وهذا كله بفضل الله سبحانه عز وجل، وبفضل الحكومة الكويتية اللي ما تقصر مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وحقيقة ودي أطمح للمزيد، وأتمنى من هيئة شباب الرياضة أن يعطونا المزيد ويفتحون لنا مزيد من العطاء المادي، لأن احنا كذوي احتياجات الخاصة نحتاج إلى أمور أو معدات تختلف عن إخواننا العاديين. من جانب آخر يشارك مساء الغد لاعبنا عبد الله السيف بمسابقة رمي الجلة، حيث ذكر السيف أن المنافسة سوف تكون على أشدها في ظل وجود لاعبين من أصحاب الخبرة، مؤكدا في ذات الوقت جاهزيته واستعداده البدني والنفسي لخوض هذه المنافسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله أحمد عبد الله السيف، لاعب ألعاب قوة في لعبة دفع الجلة، وفي فئة الأقزام، فئة F40. فئة الأقزام لها فئتين، F40 و F41. وإن شاء الله راح يكون لعبي تاريخ 16/9 الساعة 11 الظهر في البرازيل، وبالكويت راح يكون 5 المغرب. وإن شاء الله يكون من يعني إن شاء الله أتأهل التصفيات النهائية
لأن أنا أتوقع أكثر من 8 لاعبين، لأن إذا صار أكثر من 8 لاعبين احنا راح نكون تصفيات. التصفيات راح تكون 3 رميات، وأفضل 3 راح يدشون النهائي، تصفيات نهائية. وإن شاء الله أكون أنا من ضمن التصفيات النهائية، وإن شاء الله أحقق يعني أنا أتمنى إني أكون من التصفيات النهائية، لأن معاي أبطال العالم، يعني تقريبا 3 من أبطال العالم. وإذا الله كتب لي إن شاء الله المركز حلو أو ميدالية حلوة، إن شاء الله إن شاء الله أحققه، وإن شاء الله أكون بيومي يعني. وأتمنى أنكم تدعوا لي يعني. طبعا قبل لا احنا نيجي الأولمبياد كنا في معسكر تركيا تقريبا 21 يوم، وهو معسكرين نفس الدولة تركيا. الحمد لله تجهيزاتي فل التمام يعني، ولازم نتجهز كثر ما نقدر، كثر ما ندق نفسنا عشان نوصل للأولمبيات. ولأن بطولة الأولمبيات مو أي بطولة يعني، لازم تكون أنت جاهز 100%. وأحيانا تكون المعسكر إنه يا يكون معاك أو غير، يعني مو معاك، يعني على حسب تدريباتك وعلى حسب الأجواء يعني. ياما المعسكرات تكون يعني معسكرات تكون زين أو مو زين، هذا على حسب المدرب. وأنا الحمد لله المعسكر مستفيد، حيل مستفيد، لأن هاي بطولة أولمبيات مو أي بطولة. وهالبطولة هذه وايد فاجأتني، لأن شفت أبطال العالم كانوا يعسكرون لمدة 6 أشهر 7 أشهر، وآخر شي طاحوا يعني، حتى ما وصلوا النهائي، حتى التصفيات ما دشوا. يعني أنا أذكر حتى في بطولة قبل كم يوم فئة الأقزام 41 كان بطل العالم البولندي، والثاني الألماني. الألماني خذ منه ميدالية ذهبية بسانتي والبولندي يعني زعل بسبة طريقة الرمي اللي هو رماه مو حلوة. فأيس لأنه هو ضامن نفسه انه يجي ياخذ ميدالية ذهبية ويمشي. فأحيانا اللاعب يكون يا انه مو نايم عدل، او انه مو ماكل عدل، او تجهيزاته بالمعسكر مو زينة يعني. واحيانا لازم انت تعرف متى تلعب ومتى تنام ومتى تاكل يعني. انا لعبي تاريخ 16، لعبي الصبح 11 الظهر يعني المفروض اكون قاعد من 7:30 او 8 واتحرك من الباص 9، لان لازم تقعد قبل اللعب ب4 ساعات 5 ساعات على ما جسمك يتهيأ، على ما جسمك يصحصح، لان الجسم يبيله وقت على ما يصحصح. وهم من هذا شوي صعب، لان انا مو متعود اقعد الصبح. فبهالمعسكرات هذه هي اللي خلتني اقعد الصبح، لان طريقة المدرب انه يلعبني الصبح لمدة تقريبا 21 يوم العب الصبح انا. فعرف الجدول فبيعودني على هالجسم اني اقعد الصبح وجسمي يتعود. فان شاء الله اكون على حسن ظنكم، واتمنى من اهل الكويت انه يدعوا لي بالتوفيق، واتمنى اكون من ضمن اول 8 ان شاء الله.